صباح الخير وجمعة مباركة وليالي وأيام عشر مباركة على الجميع. حبيت وجه رسالة من هون من الجولان من بين البساتين المستهدفة بمراوح الظلم، مراوح الطغيان اللي بدها تهجرنا وتقضي علينا، للوزير يلي امبارح حكى، الوزير سيد بن كبير يلي استهتر بالدروز ومستهتر بالدروز ومستهون بالدروز. بدي اوجه له رسالة. أول شيء أنت رجل متدين، شفت كيف أنا شفت حكيت حكي مش دقيق، عم تقول حسب القانون. هذه جماعة زوروا، هون في تزوير. يلي أول شيء سكان الهضبة معروفين، يلي مضوا على المراوح 21 واحد وتراجع أكثر من 90% منهم، ورجعوا المصاري اللي عم تحكي عنها رجعوها للدولة. كل شهر يبعثوا لها عنا على جروبات الشركة بالقوة تفوت لهم المصاري، هن يرجعوها. الشيخ أديب شعلان جاب قرار من المحكمة انه لغى المشروع، راح قالوا له روح على خسفين، شرطة راح على خسفين ما كانوش يردوا عليه، روح لهون. ليش بدكم تفرضوا امر امبارح واحد تلفن لي عم يبكي دخيلك شو بدي اعمل؟ انا بدي عم يفوتوا عرضي وانا عم برجع لهم المصاري وبديش تراجعت. هي اول نقطة. جيران المراوح كلياتها مش موافقة، لازم تمضي وتوافق. الطرقات يلي بدك تقصوها 4800 دينار بدك تسرقوهم من ارضنا، يروحوا من ارضنا تحرمونهن. النحل يلي بده يموت من وراء المراوح تبعكم هذه، بس يموت النحل ماتت الشجر وماتت الثمر وماتت الناس كليتها. كله هذا ولا شيء بتخلي قانون، اي قانونها؟ بعدين بدي يخاطبوا بالثقافه يلي هو موجوده عنده، اكيد هو بيعرفها الثقافه هذه، بس هو بعيد عنها كل البعد. بدي يقول له يعرف هيك، ما يلعبش مع الدروز، ما يفكر نحن اقليه. صح نحن اقليه ومعلش سفاح وعزل، صح، اما الحق معنا والله تعالى حط بنصرنا في تاريخهم موجود. الوقت النبي داود عليه السلام صلى كان ولد بعده فيش شعر بوجهه، بعده لا عور بوجهه، فيش شعر بوجهه. نزل له جالوط الجبار ومعه 300,000. جالوط الجبار مدجج بالسلاح، شايف حاله يعني جالوط الجبار مدجج بالسلاح بده يحاربه. وسيدنا داود نزل لحاله معه مقلاع صغير، بس شافه قال استهتر فيه. لك مين انت يا ولد؟ مثل ما هسه مستهتر فينا، مستهتر بالدروز كله، مين انت يا ولد؟ قال له انا داود بن يسى. قال له شو جاي تعمل هون؟ قال له انا جاي حاربك. قال له انت بدك تحاربني؟ شو بدك تحاربني؟ قال له انا بحاربك بقوة ربي وبمقلاعي هذا. وحارب وانتصر عليه بعون الله تعالى. ونحن بنقول لك يا سيد، نحن بنحاربك بعون الله سبحانه وتعالى، نحن على حق وبسر الراية التوحيدية العظيمة، وبينصب الغضب عليك من الكرم الأشم ومن الجليل الطاهر ومن الصخور السويد الصم الصلبي ومن أرز الشوف الشامخ العالي الرفيع. بينصب عليك وبني معروف. ما تلعب معهم يا عمي، ما تلعب. نحن فيش مجال نتنازل عن ضرر التراب. شو هالسياسة؟ بدك ترحلونا من بلادنا، بدك تضحكوا علينا. نحن فكرة عنده ما فيش، انتم زايلين، نحن باقيين بأرضنا متجذرين، ولا يمكن نفرط بضر التراب وحده ابدا ابدا ابدا. بدي اقول لك كمان من التوراه، بدي اجيبها بالعبري حتى. شو قال له ارشد سيدنا النبي شعيب صلى الله عليه للنبي موسى عليه السلام؟ قال له في اتات حزام كل عام انشاء حيل انشاء مات يرئي الوهيم سنئي بتسع بسمت عليهم صريع الافيم صريع مئات صريع حمشيم صريع عسرات. قال له يعني بالعربي نترجمه وانت تختار من القيادي. يعني قال له كيف بدي اختار القيادي؟ قال له القيادي لازم يكون يخاف الله، يكره رجل حقاوي، يخاف الله، يكره الغش والخداع. وهذه الصفات ما تنطبقش عليك. لازم هذا الشعب يقوم يشيلوا. هذا الوزير اللي عم يحكي مستهتر بالدروز دغري شعبه لازم يشيلوا ويقيلوا، وتقوم ثوره الدروز بالكامل. ليش مفكر حالك انت تستهتر ببني معروف؟ نحن هون شو ما عملت وشو ما سويت، نحن بالجولان عارفين انها شغل ترحيل النا وشغله ارهاب النا. نحن بنقول لك انه بالجولان باقيين فيش مجال نتنازل عن ضرة تراب وحده، فيش مجال. نحن الله ربي كل السبل المتاحه لنا بدنا ندافع، واخر شيء حتما الله تعالى بنصرنا، لان نحن على حق، نحن منصورين. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لا تنمي. انت بتروح ونحن بالجولان باقون.